في عز تألق الحارس المغربي ياسين بونو، كالعادة يخرج الحارس المتقاعد، الحارس السابق لمنتخب مصر، عبر ستوري إنستغرام. ستوري كتبه هو بنفسه بوسط حساب آخر، ثم أعاد نشر على الحساب الرسمي باسمه، ويقول: إلى كل من يظن أن ياسين بونو أحسن حارس إفريقي وعربي، هو لا يعرف الحارس عصام الحضري. طيب هل الحضري لعب خارج مصر؟ لا طبعاً، لم يحترف خارج مصر. هل لعب كأس أوروبا؟ لا طبعاً. هل فاز بأغلى جائزة للحراس؟ لا طبعاً. هل لعب في مستوى عالمي ضد أعتدى كبار الأندية؟ لا طبعاً. هل فاز بجوائز فردية خارج بلده؟ لا طبعاً. إذن بماذا فاز؟ لقد فاز ب4 كؤوس إفريقيا في عهد المرتشي عيسى حياتو، عندما كانت مصر تشتري الحكام وتشتري الفاسد عيسى حياتو. هو حارس عادي جداً. كل ما تألق ياسين بونو يتسارع لنشر ستوري يقول فيه: أنا الأفضل. يحاول مقارنة نفسه مع منهم أكبر منه، في حين ياسين بونو لا يقارن نفسه مع أحد. الإعلام الأوروبي هم من يقارنونه بأعتد حراس المرمى في أوروبا، أما هو فيلعب كرة القدم ويستمتع بما يقدمه وبيحب الناس له، ولا يكسر بما يقول العجوز المتقاعد عصام الحضري الذي يعاني من اكتئاب سن اليأس.